دلوقتي انا متجوز ومخلف عندي طفلين، مطلوب مني ايجار، حضانه، اكل، شرب، ومطلوب منك ده كله وما بتعرفش تشتغل. انت لو مكانها هتعمل ايه؟ انا باخد الجلسه اصلا تبقى تعبان طبعا انا القعده دي تعبانه دلوقتي. والله ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة. أكيد في ناس كتير جدا هتساعدك، ربك موجود. الناس اللي بعتني بنص طريقه، انا لما اقول لك انا جنبك فجأة مثلا انت مثلا لو جيت عند العملية المهمة اللي المفروض هتدفع فيها مبالغ، جيت عند ال50% هقول لك معلش انا مش هقدر اعمل حاجة تاني، مع ان العلاج ده اصلا 75% منه نفسية. كله باعني، كله ما فيش حد فيهم قال لي حتى الف سلام عليك. اقسم بدين الله ما في جنيه اتقال من نادي الزمالك، مع اني سمعت كلام كتير جدا. اصل اللعيبه اتكلموا مع بعض وهيطلعوا لك حاجه من بعض الزمايل ليا اللي وصل لي ان زيزو اتكلم مع اللعيبه وقال لازم نعمل حاجه لابراهيم شيكا وبتاع. رجعوا من السفر ورجعوا وسافروا ماتش تاني وتالت مفيش حد تواصل. حتى ما رفعوش سماعه التليفون ويقولوا لي الف سلام عليك. دخلت في حته التعب، التطورات بقى. اول ما رحت كشفت فضلوا يطلبوا مني اشاعات وعندي ورم خبيث في المستقيم. دكاتره، دكتور عمل لي عمليه بالغلط، الدكتور الله يسامحه هو اللي عمل ده كله، فخلى الورم من حميد لخبيث. فرحت للدكتور تاني قال لي هناخد عينه من الورم ونحللها. رحت حللته طلع كانسر. بدأنا ايه البروتوكول بتاع الكيماوي. ممكن مثلا في جرعه كده الاقي مره ادفع وممكن الاقي نفسي بعت حاجه من البيت عشان اكمل الفلوس. اعتبر ما عملتش فلوس من الكوره. طبعا ما فيش ان انا اتعالج. بدات اكلم ناس في النادي الزمالك، يا جماعه انا حالتي كذا كذا. فبدات اعمل فيديوهات عندي على التيك توك. قابلت السيد المشير في قلب بيته، انا بشكره ان هو ساهم حتى لو بمبلغ بسيط. اي حد ساهم بجنيه جزمته في الدماغ.